كرامة. حقي عند الله. الله أكبر. أنا فخورة كوني جزائرية وتأهلت إلى نصف النهائي. حضرت للأولمبياد منذ 8 سنوات، والحمد لله كنت في الموعد وفزت بالمقابلة. أشكر العالم كله الذي وقف بجانبي. هذه قضية كل امرأة عربية. العالم العربي يعلم أني منذ سنوات وأنا ألعب ملاكمة في الاتحاد الدولي الذي ظلمني. اتهموها بأنها ثنائية الجنس، الجزائرية إيمان خليف. البطلة الجزائرية اللي في النص اللي بتعيط اسمها إيمان خليف، مش بتعيط علشان صعدت لنصف نهائي الأولمبياد في رياضة الملاكمة وشبه ضمنت ميدالية لبلدها ولنفسها، لكن بتبكي بسبب الحملة البشعة الظالمة من العنصرية والتنمر اللي تعرضت لها طيلة الأيام اللي فاتت من الإعلام الغربي، واتهمها بأنها رجل متحول جنسي لأنثى، وإن ده كان سر فوزها الساحق الدور السابق على الإيطالية أنجيلا كيريني خلال 45 ثانية وبلكمة واحدة فقط أجبرت خصمها إنها تستسلم. والبنت الإيطالية عشان تداري على خيبتها طلعت تعيط وتستعطف الناس إن سر هزيمتها الساحقة إن إيمان دي ذكر متحول، وللأسف العالم كله دعمها وأيدها في كلامها ده، بما فيهم إيلون ماسك نفسه والروائية الشهيرة جي رولينج صاحبة روايات هاري بوتر الشهيرة. لكن الغرب مش مدرك ولا مستوعب الحقائق دي. الجزائر دولة مسلمة طبعا وما عندهمش دعم ولا حقوق للمتحولين، علشان كده مش هيسمحوا لمتحولة جنسية تمثلهم، ولو هي كده مش هيسمحوا لها تعيش أصلا في المجتمع ده. إيمان عندها فرط الإندروجينية، ودي حالة طبية بتتميز بارتفاع مستويات هرمونات ذكورية. إيمان خليف بعد الفوز انهارت من العياط بسبب الضغط النفسي الرهيب اللي عاشته الكام يوم اللي فاتوا. صرحت وهي بتعيط وقالت: هذه قضية شرف وكرامة، حقي عند الله. الله أكبر. أنا فخورة كوني جزائرية وتأهلي إلى نصف النهائي. حضرت للأولمبياد منذ 8 سنوات والحمد لله كنت في الموعد وفزت بالمقابلة. أحب أشكر العالم كله الذي وقف بجانبي. هذه قضية كل امرأة عربية. العالم العربي يعلم أني منذ سنوات وأنا ألعب ملاكمة في الاتحاد الدولي الذي ظلمني. أنا معي الله الذي فوق الجميع.